السؤال 23: عندما كنا صغارا أخذنا شيئا من بيت شخص وكنا مجموعة أشخاص، الحمد لله تبت إلى الله والآن أريد أن أرجع الحق إلى صاحبه، هل أحسب كم علي بتقديري لأني لا أعرف كم قيمة هذا الشيء وكم عدد الأشخاص لأنه لا تربطني بهم علاقة؟ هنالك رأيان لأهل العلم في القضية، أحد هذين الرأيين أنه يلزم بكل المبلغ، كل واحد منهم يتعين عليه كل المبلغ، وإن أداه واحد منهم هنالك سقط عن الباقين. والرأي الثاني يقول كل إنسان يلزم بما ينوبه فقط. ففي الحال الأول هو متسبب في ذهاب كل المبلغ ولو بجزء فيلزمه الضمان لكل المبلغ، وهنا في الحال الثاني هو أخذ جزءا فقط فيلزمه الجزء الذي أخذه. وإن أخذ بهذا الرأي الأخير أنه يضمن ويرد للناس الجزء الذي أخذه هو بالحرام، فيسعه أن يعمل بهذا الرأي ولا حرج عليه على أن يرده لأصحابه إن علمهم، وإن لم يعلمهم فهنا ينفقه في فقراء المسلمين تخلصا، والله أعلم.